صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين، أهالينا وحبايبنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم، الله يسعد أوقاتكم. رجعنا لكم بفيديو جديد من مطبخ زمان الخير. رح أعمل اليوم قدامكم المكشوفة اللي عاملة ترند على السوشيال ميديا واللي عم تنباع بالمحلات بأسعار رهيبة. رح أعملها معكم بالبيت بمكونات متوفرة وبسيطة. تابعوني شوفوا كيف رح نجهزها وشو مكوناتها. بالبداية عندي الكنافة، أنا فرمتها ناعم هيك وحطيتها بطنجرة، وحطيت الطنجرة على النار من غير لا سمنة ولا زيت ولا أي مادة دهنية ولا سكر ولا شي. شايفين على الناشف هيك مثل ما هي. هلا رح حمصهم ليصير لونهم أشقر. بدي أحركهم هيك تحريك مستمر حتى ما ياخذوا لون من تحت ويتحرقوا وينحرقوا. تحريك مستمر هيك لحتى ياخذوا اللون الذهبي اللي بدي إياه. طبعا هي مرحلة التحميص او التحمير. بامكانكم تفردوا الكنافة بالصينية وتحطوها بالفرن، كل شوي تطلعوها تقلبوها حتى تاخذ من كل اطرافها نفس اللون. شوفوا ابتدت تاخذ لون هلا هيك معنا. انا بحبها على الغاز حتى اسرع وبتاخذ يعني لون احلى من الفرن. هيك بالتقليب تاخذ اللون كلهم يعني بياخذوا نفس اللون. شوفوا كيف صار شكلهم، شايفين هلا عم ياخذوا لون. هلا انا ليش ما حطيت لون السمنه؟ بياخذوا لون اسرع واسهل وما بيجبلوا هيك على بعضهم وقت التحمير. انا هيك بدي اياهم يتفرفدوا واشتغل هيك براحتي فيهم. شوفوا هلا بعد ما اخذت اللون اللي بدنا اياه وصلنا للون اللي بدنا اياه. هلا هن على النار رح احط عليهم السمنه. هلا رح اقلبهم مع السمنه. ارجع طبعا النار واطيه هلا حتى ما ينحرقوا ولونهم يغمق. بدي اللون يضل هيك اشقر. هلا نص كيلو كنافه حطيت لهم انا تقريبا شي نص كاسه سمنه، يعني 100 جرام. هلا اخذوا اللون اللي بدي اياه، رح اطفي النار وشيلهم. هلا رح اضيف عليهم حوالي 4 معالق قطر واقلبهم. هلا رح اترك الكنافه تصير بحراره الغرفه وننتقل للمرحله اللي بعدها. هلا عندنا زبديه مثل هي او حتى قالب الكيك، بس انا قالب الكيك عندي كبير ما بدي اعمل كميه كبيره، فرح اعملها بهي. غلفتها بكيس او بستريتش او باي حاجه يعني شيء ما يلزق، وحطيت كاسه بالنص حتى نعمل لها الفتحه تبع الكشف. هلا بدي اوزع الكنافه بهالشكل حواليها. طبعا هلا رح فرفدهم يعني فنحط الكميه بالاول. تساوي كل اطرافها، حاولوا تخلوها كل الاطراف نفس السماكه. هلا هيك خلصنا مرحله ترتيب الكنافه. هلا عندي الحشوه اللي هي عباره عن قشطه. بامكانكم طبعا بدل القشطه تحطوا كريمه او بدل الكريمه الكسترد، او طبعا الحشوه خياري، بس هي عباره عن قشطه وفواكه. طبعا بالمحلات بحطوا لها فراوله، بس نحن نحط لها فراوله وموز تعطيها طراوه. انا اولادي بيحبوا الموز بالحلويات فرح نخلطهم مع بعضهم. هلا بدي اشيل بالبدايه هي الكاسه انا من نص الكنافه. انا حطيتها طبعا بس حتى تعطيني هي الفتحه اللي بالنص، لانه هي اسمها مكشوفه يعني هي الفتحه. هيك بنظبطهم، لازم الحشوه تبين هيك من النص.
شايفين كيف؟ هلا راح انزل بالحشوة فوق الكنافة، طبعا بلطف حتى الكنافة ما تنتزع. هلا رح نحط طبقة كنافة نوزعها فوق القشطة، نغطي يعني الحشوة. نحاول ما نخلي الحشوة باينة من أي جهة، هيك نسكر عليها من كل الجهات ونضغط هيك ضغط بسيط على الكنافة هيك حتى تاخد نفس المستوى. شايفين كيف صارت شكلها؟ هلا هي الكنافة رح دخلها على الفريزر 10 دقايق أو على البراد شي نص ساعة بس لحتى تتماسك وارجع لكم. وهلا طلعنا الكنافة من الفريزر رح نقلبها. باخد طبعا شوف مقاسات الصحن حتى تجيب نص الصحن. بسم الله. نفرد هذا الستريتش. شايفين شكلها كيف؟ أنا بدي ارجع ازود على الوش بس مكان الحشوة، برجع ازود شوية قشطة هيك للمنظر بس حتى تبين اكتر. وبحط حبتين فراولة. وهي الشكل النهائي للمكشوفة. شايفين شكلها ما أحلى وما أروعه ولا أسهل من هيك، وطريقة سهلة وسريعة وبمكونات بسيطة، وما في داعي لا نشتريها من المحلات بهالأسعار الرهيبة. إذا عجبكم الفيديو اشتركوا بالقناة واعملوا مشاركات لفيديوهاتي وفعلوا زر الجرس حتى توصلكم فيديوهاتنا بشكل دائم. يعطيكم العافية وأهلا وسهلا فيكم. صباح الخير على ناسنا وعلى الغليل، أهالينا وحبايبنا عالشارع وبيوتنا والدكاكين، وعالخير اللي في قلوبنا.